تحياتي، مرحبا بكم من جديد في المحقق الترندينج، واليوم عودة على موضوع قديم جديد. نحكي على موضوع هذه الشابة واللي صار معاها وصاير معاها والهدرة ما زالت متواصلة. نحكي على دنيا جاني، هذه التونسية اللي وقع إيقافها في الجزائر بعد فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي تشكي فيه من تعرضها للتحرش وتعتبر وأنه الجزائر بلد غير آمن على النساء. تنرجع بعد على كمية كبيرة من التعليق اللي جاتنا في هذا الموضوع، حتى على قناة المحقق أكثر من 1000 تعليق، وانت تشوف في هذا الفيديو وصل على الترندينج اللي حكينا فيه على اللي صار مع دنيا. ولكن شوفوا جديد في هذه القضية بالنسبة لليوم. الجديد هو وسائل الإعلام التونسية اللي تؤكد خبر إطلاق سراحها مصادر حقوقية للصباح نيوز الإفراج عن المؤثرة التونسية بالجزائر دنيا الجاني. دنيا اللي كنا سمعنا في خبر فاجأ الكثيرين أنها تحكمت بعام سجن بعد الفيديو متاعها وغرامة مالية، لكن إذا الإعلام التونسي يؤكد هذا الخبر متاع الإفراج عليها. إذاعة ديوان أفام حكيت مع المحامي المتكفل بهذه القضية في الجزائر الأستاذ فيصل درويش اللي أكد هذا الخبر بصفة قاطعة. المحكمة الجزائرية بعد اعتذار دنيا على اللي قالته واعتبارها أنها ما كانتش تقصد، فوقع على ما يؤكد المحامي الإفراج عليها، وهي المفروض اليوم في الليل تكون عادت إلى تونس. نسمع شنو قال المحامي. تمت محاكمة البنت على مستوى مجلس القضاء. تعرف وأنه المجلس دار المداولة بعد حين وصدر القرار نتاعو بهي عقوبة موقوفة النفاذ، وبالتالي بنت الحمد لله تم إطلاق سراحها. هي الآن في طريقها إلى المؤسسة العقابية باش تستكمل الإجراءات، وراح بحول الله اليوم في المساء إن شاء الله راح تكون في تونس. نأكد لك أيضا أن المحاكمة تمت في ظروف جيدة جدا، وأن القاضي كان في الاستماع، وأن البنت يعني بكل عفويتها حضرته أكدت بأنها أخطأت، وأن العمل أو التصرف اللي قامت به كان في لحظة غضب أو في لحظة يعني لا وعي، وأنها قدمت الاعتذار. والحمد لله الأمور مشات كما يرام، والمحكمة فصلت لها يعني في عين المكان، يعني ما أجلت لهاش الملف من أجل إصدار القرار. أظن أن هذا القرار هو رسالة لكل الشباب، ما نقولش الشباب التونسي أو الشباب الجزائري، ولكن شبابنا كلهم، يعني باش يكونوا في درجة من الوعي. اليوم أصبحت فضاءات التواصل هذه فضاءات نعم فيها من الإفادة ولكن فيها من الإساءة. واليوم الحمد لله هي بنتنا، واليوم راهي راجعة لأهلها، وإن شاء الله يكون هذا درس للجميع.